أنا مش عارف التسجيل ده هيوصل لمين، بس لو وصل ابعد عن العمارة اللي في شارع التحرير رقم 127. ما تروحش هناك، ما تدوسش على زرار رقم 9 اللي في الأسانسير. اوعى. أنا اسمي آدم، كنت شغال في فريق صغير على يوتيوب بنعمل فيديوهات عن الأماكن المهجورة، نوع المحتوى اللي الناس بتتفرج عليه علشان تعيش تجربة الخوف والرعب. بس أنا ما كنتش أعرف إن الخوف له حدود، وإن اللي بعده مش خوف، ده فقدان للعواطف. القصة بدأت من إيميل غريب جالي يوم الاثنين، عنوانه كان كلمة واحدة بس: التاسع. الرسالة ما كانش فيها غير سطرين. الرسالة كانت بتقول: المكان جاهز، هات الكاميرا وسجل الحقيقة. المرسل ما كانش معروف، بس في آخر الإيميل كان في صورة لعمارة قديمة تحس إن شكلها مألوف، ولما دققت اكتشفت إنها فعلا موجودة في شارع التحرير قريب من جاردن سيتي. يوم الخميس بالليل أنا وكريم وليلى قررنا نروح كفريق. كان المفروض تبقى حلقة قوية عن عمارة مسكونة، نصورها، نعمل شوية مونتاج وننزلها على اليوتيوب بعنوان مثير تكسر الدنيا. ده اللي كان في دماغنا. المهم، وصلنا حوالي الساعة 9:15. الشارع كان هادي تماما وما كانش فيه مطر. الجو كان فيه لسعة غريبة كده، لسعة برد. العمارة كانت ضخمة، بس كل شبابيكها متقفلة بخشب، وفي يافطة مايلة مكتوب عليها: للسكن فقط. أول ما دخلنا قابلنا الحارس، راجل كبير جدا اسمه عم حنفي. عينيه كانت غريبة زي اللي مش بينام. بصيت له وقلت له: مساء الخير يا عم حنفي، احنا من قناة كذا على اليوتيوب، بنصور حلقات عن الأماكن القديمة، ممكن نطلع نبص على السطح؟ بصلي كده وسكت شوية، ولقيته بعدها قال لي: السطوح؟ وماله، اطلع زي ما انت عايز، بس لو قابلك الدور التاسع ما تسلمش عليه. ساعتها بصيت له وضحكت، افتكرته بيهزر، بس للأسف وشه ما كانش بيضحك، كان بيتكلم بجدية شديدة. طلعنا السلم. السلالم ضيقة قوي، ريحتها تراب قديم، النور كان كل شوية يطفي ويرجع تاني. كل العدادات اللي قابلناها ما كانتش شغالة، بس في إحساس إن العمارة دي فيها ناس. كل ما نعدي جنب باب شقة نحس نفسنا متراقبين، كأنهم بيراقبونا من جوه الشقق. لما وصلنا الدور الثامن، ساعتها لقينا باب الأسانسير، باب أسانسير قديم من النوع اللي بيتفتح نصين، كان عليه تراب شديد. لكن الغريب إن كل زراير الأسانسير كانت منورة، محدش ضغط عليه، بس كان منور. كريم قال لي بلاش، لكن الفضول كان أقوى من أي شيء. قربنا من الأسانسير ومديت إيدي وضغطت على الزرار. سمعت صوت الحديد بيتحرك من تحت، وصوت موتور بطيء كأنه بيصحى من موت طويل. وبعدين الباب اتفتح. جوه الأسانسير ضلمة شديدة، زراير الأدوار منورة بألوان باهتة، من رقم 1 لرقم 8 وبعدين رقم 9. الغريب إن رقم 9 كان مكتوب بلون أحمر مش طبيعي، كأنه دم ناشف. قلت أضغطه، ولما ضغطت ساعتها الأسانسير اتحرك بسلاسة غريبة جدا من غير أي صوت، كأنه بيتحرك في الفراغ. العداد اللي فوق ما كانش بيعد، لكن حسيت إن احنا بنطلع. ولما وقف الباب اتفتح على ممر طويل جدا. الممر ده كان مليان شقق على اليمين وعلى الشمال. الغريب بقى إن أرقام الشقق كلها كانت متشابهة، كل الأبواب مكتوب عليها رقم 1، 904، كأن كل الشقق هي شقة واحدة، الدور كله شقة متكررة.
الهوا كان تقيل، النور كان بيترعش. بدأنا نمشي ببطء لحد ما وصلنا لشقة بابها كان مفتوح نص فتحة. كان في جواها حاجة غريبة، ريحة مش طبيعية، ريحة كده شبه البخور أو مية راكدة. دخلت والكاميرا كانت بتسجل. الأوضة الأولى كان فيها سرير متكسر وسجادة فيها بقع سودا على الأرض، والحيطة مكتوب عليها بخط غريب: اللي يدخل التاسع ما يخرجش. ساعتها حسيت بحاجة غلط، مش خوف، لأ، إحساس إن المكان شايفني. ليلى كانت ورايا، لقيتها بتقول بصوت واطي: آدم، المراية دي بتتحرك. بصيت ناحية الحيطة ولقيت مراية كبيرة. المشكلة إن شكل الانعكاس فيها ما كانش طبيعي، النور جواها أقوى من النور اللي في الأوضة، كأنها بوابة لحاجة تانية. قربت منها وشفت نفسي، وشي في المراية كان بيبصلي، بس كان بيبصلي متأخر نص ثانية. ولما جربت أرمش قوي لقيت انعكاسي ما بيرمش. ساعتها رجعت لورا، وفي اللحظة دي حسيت بحاجة عدت ورا ظهري. لفيت بسرعة بس مفيش حاجة. رجعت أبص على المراية، لقيت بخار مكتوب عليه كلمة واحدة: ارجع. الكاميرا سجلت اللحظة دي، ولما رجعت أراجع التسجيل لقيت صوت أنثوي بيقول لي بوضوح: ارجع. في اللحظة دي قلبي وقع. قلت نرجع، لكن لما خرجنا الممر اختفى. مكانه ممر تاني خالص بنفس الطول، لكن النور كان أحمر خفيف، وعلى الجنبين كان مرايات. كريم قال لي: احنا لفينا في دايرة يا معلم، احنا تهنا، المكان ده مش هينزلنا من هنا تاني. بس أنا حاسس إن احنا ملفناش، احنا اتحبسنا. الأسانسير ورا ظهرنا اختفى، مكانه دلوقتي باب شقة عادي مكتوب عليه 904. نفس الرقم، نفس الباب، نفس الريحة، كأن الدور التاسع بيتكرر كل ما تحاول تخرج منه. بعدها حصل اللي خلاني أتأكد إننا مش لوحدنا. آخر الممر طلع صوت خطوات بطيئة منتظمة، وصوت شيء بيتسحب على الأرض. مشيت خطوة ورا خطوة لحد ما شفت ظل طويل جدا واقف ثابت بس من غير صاحب. عارف يعني ايه لما تشوف ظل ومفيش جسم علشان هو اللي يعمل الظل ده؟ الظل كان واقف ومفيش حد. ودي كانت أول لحظة حقيقية أفهم فيها إن الدور التاسع مش دور عادي، دي مصيدة، ومفيش طريق للخروج غير إنك تكمل جواه. أنا مش فاكر الوقت مر إزاي بعدها، مش عارف الساعة كانت كام ولا حتى اليوم كان إيه. في الدور التاسع الزمن ملوش معنى، الثواني بتتحول لدقايق، والدقايق بتتبخر كأنها ما حصلتش. الظل اللي شفته كان واقف بعيد، وبعدها بدأ يتحرك، بس مش ناحيتي، لأ، كان بيمشي ناحية المرايات. ولما عدى قدام واحدة منهم الانعكاس اتحرك قبله بنص ثانية، زي ما تكون المراية عارفة هو رايح فين. ليلى كانت ساكتة، ايديها بتترعش، عينيها متثبتة على المرايات. قالت بصوت واطي جدا: آدم، احنا في تسجيل. سألتها وقلت لها يعني ايه؟ قالت لي: كل حاجة بتحصل دلوقتي حصلت قبل كده. أنا ساعتها ما فهمتش قصدها، بس لما بصيت حواليا لاحظت إن الأرض فيها علامات خطوات قديمة، نفس مقاس الجزم بتاعتنا بالظبط ونفس ترتيبها. كأننا مش أول ناس نمشي هنا، كأننا إحنا نفسنا مش أول مرة نيجي هنا. رجعنا نجري ناحية الأسانسير اللي اختفى، بس لقينا الباب الحديد القديم رجع مكانه ومفتوح على نفس الضلمة. دخلنا، بس الزراير كلها اتغيرت. دلوقتي الأرقام بدل ما كانت من 1 ل9
بقت من 9 ل19. لقيت كريم بيصرخ وبيقول لي اضغط على أي زرار، خلينا نغور في داهية. بس ما كانش فيه رقم 1. قلت أجرب أضغط رقم 9 تاني وخلاص. ساعتها الأسانسير اتحرك، بس المرة دي طلع ما نزلش. النور في السقف بدأ يطفي واحدة واحدة لحد ما بقينا في ضلمة كاملة. كنت سامع صوت نفسنا، وكنت سامع الساعة بتاعت كريم، وفجأة الساعة وقفت زي ما الزمن وقف. الباب اتفتح لوحده. طلعنا على ممر مختلف. الدور ما كانش زي اللي قبله. النور المرة دي كان أخضر باهت، والحيطان متشققة. وفي آخر الممر باب واحد مكتوب عليه بخط أحمر كبير 9-2. ما كنتش فاهم يعني ايه الدور التاسع ليه طبقات، طبقة 1 وطبقة 2، كأننا جوه مكان بيتضاعف كل ما نحاول نخرج منه. دخلت الباب ولقيت نفس الشقة اللي كنا فيها، نفس المراية، نفس الريحة. بس على الحيطة المرة دي كان مكتوب بخط اسود انت اللي جبتهم. انا جبت مين؟ مين كتب كده؟ بصيت على المراية لقيت انعكاسي مبتسم. مش بس كده، انعكاس ليلى وكريم ورايا ما كانش بيتحرك، كانوا واقفين ثابتين مكانهم، بس وشوشهم ما كانتش واضحة. حسيت ان الهوا كان بيتقل وفي ضغط في وداني، وسمعت صوت جاي من بعيد كأني وشوشة كتير بتتكلم مع بعض، كلهم مع بعض، كلمة واحدة بس بتتكرر، بتقول سجل سجل. فهمت، ده المكان اللي كل تسجيل بيبدأ منه. يمكن الناس اللي قبلي جم هنا، وكل مرة حد يسجل المكان بيتغذى، بيعيش على خوفهم، الأصوات اللي بتتسجل جواه. قلت نمشي، بس لما خرجنا من الشقة لقيت الأسانسير فتح لوحده، بس المرة دي كان جواه نور أبيض غريب كأنه ضباب بيخرج منه صوتي أنا. كان صوتي أنا اللي بيتكلم، بيحكي نفس اللي أنا بقوله دلوقتي، نفس الكلام، نفس الجمل، كأنه صدى متأخر بس من المستقبل. كريم من كتر اللي شايفه حواليه بدأ يعيط. ليلى كانت بتقول ده مش صوتك، لأ ده اللي جوه المراية. ساعتها دخلت الأسانسير ولقيت الكاميرا التانية اللي كنا سايبينها في العربية جوه الأسانسير. إزاي؟ محدش طلع بيها. رجعت أبص على الشاشة الصغيرة بتاعتها ولقيت فيها تسجيل لينا، إحنا جوه الدور التاسع، بس التسجيل كريم مش موجود، كأنه اتمسح، كأن المكان بلعه. صرخت باسمه، بس الصوت بيرجع لي مضروب مرتين، مرة بصوتي ومرة بصوت تاني، صوت غريب، أبطأ أو أتخن، تحس إنه ست بس صوتها تخين وبتحاول تتكلم. النور اتطفى والباب اتقفل والأسانسير بدأ بينزل ببطء قاتل، لكن العداد مش بيعد بالأرقام، المرة دي بيعد بالحروف، ت ألف سين عين ت مربوطة، لحد ما وقف والباب فتح. بس الممر اللي طلعنا عليه ما كانش ممر، دي كانت مستشفى قديمة، سراير مصدية، إزاز مكسر، صوت جهاز عمال يرن من بعيد. على الحيطة صورة بالأبيض والأسود فيها 3 شباب واقفين قدام العمارة رقم 127. الشباب دول كانوا أنا وليلى وكريم. الصورة شكلها قديم جدا، زي ما يكون اتصورت من 50 سنة مثلا. حسيت الدنيا بتدور. أخدت نفس بالعافية وسمعت صوت خبط سريع على إزاز، بعدين صوت تاني همس وبيقول انت رجعت بدري قوي المرة دي. ساعتها جريت ودخلت أوضة جانبية، قلبت كل حاجة وقعدت أدور زي المجنون على أي حاجة،
لقيت درج مفتوح جواه تسجيل كاسيت صغير مكتوب عليه بخط مش قوي: تجربة التاسع، تسجيل 21. لما شغلته سمعت صوتي، نفس الصوت اللي انت بتسمعه دلوقتي، نفس القصة بنفس الترتيب، بس في نهايتها صوت أنثوي بيقول: التجربة فشلت، آدم خرج بدري. ساعتها النور قطع والدنيا اسودت. أنا دلوقتي مش عارف أنا فين، بس حاسس إني مش في التاسع، ولا فوقه ولا تحته، كأن المكان نفسه بلعني. كل اللي أنا متأكد منه إني لسه بسجل، ولسه سامع نفسي من بعيد، سامع نفسي في تسجيل تاني بيتعمل دلوقتي.